العقربة دي؟ مش هتجيبها البر؟ دي معذبة مرات ابنها وموريها النجوم في عز الظهر. انا عارفة يا اختي ايه اللي مخليها تستحمل العيشة مع الولية دي، مع انها هي اللي جوزتها الامين افندي، وراجعة دلوقتي تقول عليها الكلام اللي ما يتسمعش. وبتقول عليها ايه كمان؟ قولي يا اختي. قال ايه؟ بتاكل كتير خرابي. وبتخلص العيش لوحدها، وتقول عليها هو ما كانش في بيت ابوها عيش، وكلام من ده كتير. هي يا اختي الظاهر عايزة تجوز ابنها واحدة تانية، واحدة بنت زوات بعد ما ياخد الشهادة. وولاده التلاتة هيعمل فيهم ايه؟ هيوديهم فين؟ كنت فين لما بس بقى الظاهر اتخانقوا. البت الغلبانة هتعمل ايه؟ تعمل ايه مع المعلم ومراته العقربة لما هو ملحقهم وخلصهم من بعض؟ كنت فين بسلامتك لما الملوخية شاطت؟ سبت الحلة على بابور لغاية ما اتحرقت. الواد يعني هنا الواد كان بيعيط، رحت ردعه. ربنا يريحنا منك ومنه. كان يوم ما هبب يوم ما دخلت البيت. طولي بالك يا ام امين. اطول بالي على اكتر من كده يا ام حسين. اعمل لها ايه يا اختي؟ افرش لها حاجه تنام عليك ولا ايه؟ يلا ما تزعليش يا حكمت، يلا روحي رضعي ابنك. كان يوم اسود يوم ما دخلت البيت. وانا مين اللي جابني غيرك؟ شوف البنت بترد عليا ازاي يا ام حسين. انا يوم ما جبتك كنت اتعميت. ما شفتش عظمك اللي طالع من صدرك زي المسامير، ما بيدوش فيه اكل ولا شرب. اتعميت ما شفتش عينك المعمصين بس ولا صابعك اللي عامله زي المجاديف. انا عارفه ازاي جوزك عايش معاكي. جوزي هو يبقى ابنك. ما بلاش كلام بقى يا حكمت، ما تروحي تشوفي حالك يا بنتي. ما دام جوزي انا وعجباه يبقى ما حدش له دعوه بيه. عباه وبتقولي ماليش دعوه بيكم. انا يا بنتي يتقال لي الكلام ده؟ الكلام ده يا بنتي يتقال لي انا؟ طيب تعالي هنا. لا طولي بالك يا ام امين، هتعملوا زي الناس الغدر ولا ايه؟ سيبيها يا ام امين سيبيها، هدي نفسك يا اختي، هو ده كلام يليق تعملوا ام الافندي؟ ايه ده يا جماعه ده كلام برضه كده. يلا روحي اوضتك كده تلموا الناس علينا وتفضحونا. انا هوريك اذا كان ابوك وامك ما عرفوش يربوكي انا هعرف ازاي اربيك. خلاص بقى ياما، بلاش نرفزه، اللي حصل حاجه بسيطه خالص. هدي نفسك يا ام امين. بتسرعي يا ابني اقعد سيجاره يا اختي. تعالى جنبي هنا واخزوا عين الشيطان. اعمل ايه بس يا ام ما حسين؟ هو اصلا اللي اخدتها عليا كان لازم اوريها العين الحمراء من الاول. هو انت لسه هتوريها؟ وانت قاعد لها قدامي. روح شوف مراتك، روح ربيها يا اختي. روح علمها ازاي تتكلم مع حماتها. حرمها ترفع صوتها قدامي احسن اكسرها يا اختي هو انا عملت لها ايه علشان تعمل فيا ده كله؟ انا مش قلت لك تطولي بالك عليها يا حكمت؟ ده كلام برضه. انا لازم اعيش بعيد عنها. انا في اوضتي مع اولادي وهي في اوضتها، وكل واحد اكله يعمله زي ما هو عاوز بقى. بس كده بسيطه يا ستي، بس هدي نفسك انت. اصل انت عارفه امي عصبيه شويه يا حكمت، وابويا اخدها على كده، وانت لازم تكوني عاقله يا حكمت. طيب ده انا كنت جاي افرحك واقول لك ان النتيجه هتظهر بكره. اضحكي بقى يا شيخه، اضحكي بقى. يعني هتنجح يا سي امين؟ قولي ان شاء الله. على كل حال انا عملت كويس في الامتحان. يا سلام، شوفي لما وشك بيضحك الدنيا كلها بتفرح ازاي. ايوه كده.